حبان كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ توحشكم بزاف. فيديو جديد، وصفه جديده لكاع اللي عنده مشكل ديال الحكه، بغى يغدي شعرو، بغى يزيد ليه الفوليوم، بغى يقوي الزغبه. يعني هاد المشاكل كلها غتلقاو ليها الحل هنايا في هذا الفيديو هذا. كنرحب بكاع الناس اللي انضموا لقناتي وكنقول لهم مرحبا والف مرحبا. هلا بكبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ اش كتعاودوا؟ توحشكم بزاف بزاف. اليوم بغيت ندير واحد اش غنقول لكم، واحد الشقيقه او ميم طون. غادي نعاود معكم هذاك الملون اللي درتو في الفيديو السابق ديال الشعر، ولكن غادي نديروه، غادي نزيدوا عليه شي حويجات بالنسبه اللي عندهم القشره، بالنسبه اللي عندهم الحكه. يعني غادي نلونوا او ميم طون غادي نعالجوا، وغادي عاوتاني غادي نقويو حتى الزغبه. يعني غادي نشارك معكم بزاف د الحوايج. ها نتوما غادي نحتاج هنايا البابونج، غادي نحتاج شويه ديال الخزامه، غادي نحتاج ازير هو هذا، وغادي نحتاج اوراق السدر حيت هادشي كله غادي نغليه. وغادي نحتاج، هذا نسيت، هذا العرعار، هذا العرعار، وهذا اليازير، وهذا الورد، وهذه الثومه، هذه الثومه. المهم انا حيت التلمه ديالها غادي نحتاجو لشعري. المهم داكشي اللي شاط ليا هكا، بما اني غنغليها ما رميتش هذا. والثومه هكا صاينه، واوراق الغار اولا اوراق الرند. يعني هادو كاملين غادي نشدهم، غادي نديرهم في كاسرونه هنا، وغادي ندير عليهم واحد تقريبا نص كاس ديال الماء. وتابعوا معايا لان الوصفه باقي غادي نزيدها بزاف ديال الحوايج. يعني دابا المرحله الاولى غادي نشد هادو كاملين وغادي نديرهم في كاسرونه، وغادي نزيد عليهم الماء، غادي نغليهم مزيان مزيان مزيان، وديك الساعه غادي نرجع معاكم. صافي دابا نلوحوا الاعشاب ديالنا هنايا، نلوحوا الاعشاب هنايا. دابا واحد شويه ديال الماء، ما نكثروش الماء بزاف. دابا اول مرحله غادي نديرها، نسرح شعري وغادي ندير ليه مات البصله هو الاول. ها نتوما غادي نوريه لكم. البصله الحمراء ما ديروش البصله البيضاء، كتحكوها ومن بعد كتصفيو ليها غير الماء ديالها. ما عندناش البخاخ حنا. مزيانه البصله عايشه، زوينه، مزيانه للجلد، مزيانه لكلشي، مزيانه كتقصح الجلده، كتحيد القشره، كتحيد القشره، مزيانه اللي كيطيح ليه الشعر. كلشي مزيانه هي. حتى اللي عنده الشقيقه مزيانه ليه، اللي عنده قالت لك الشقيقه. شو دابا غترتاح؟ لا ارتاحيت انا دابا، باقي كاع ما خليتها نص ساعه وكنحس بالجلده بحال تكمدات مزيان وارتاحت. وحق الله ما يتهمكمش الريحه ديالها، راه غير كتدخلوا للدوش تغسلوا شعركم. وغادي نشارك معكم في الاخر ديال الفيديو واحد الشامبو خاص الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال الحكه وهادشي، راه زوين بزاف هذاك الشامبو. يلا هانتوما كنصفيو صافي خويا كلشي تنعصرو. طبخ مزيان صافي. هانتوما شفتو المية صافي، وركي عليه بالمعلقه. عليها هانتوما المية كاع ديال داكشي اللي قلت لكم، البابونج، ازير، العرعار، الثومه، الورد، الخزامه. الا بغيتو حتى الزعتر عندكم تا هو زيدوه. شفتوا صافي. دابا غادي نخلطهم
دابا. ولكن بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مشكل مع الحنه، ما عندهمش مشكل مع الحنه، كيبغيو الحنه يخلطوا بالحنه. بالنسبه للناس اللي شعرهم ملون ولا كيديروا له ليماش ولا كيديروا له شي صباغه، ياك عايشه ياك، اللي كيديروا له شي صباغه ولا شي حاجه، يديروا هاد، يشدوا اوراق السدر، شفتوا اوراق السدر ويطحنوهم. انا هادو هما اللي غادي نخلط بهم. نتوما ديروا بلاصه اوراق السدر، اللي كيبغي الحنه يدير الحنه، انا غادي نخلط باوراق السدر. هنايا غادي نصاوب الماسك ديالي، انتما كتشوفوا غادي ندير تقريبا شويه ديال اوراق السدر. غادي نزيد هاد البيضات هكا. غادي ندير هنا شويه ديال الخرقوم للتلوين. غادي نزيد هنا الخل تفاح، خل تفاح خطير، زيد شي 2 معالق. سدو هنا للاضافه غادي نزيد الالوفيرا ترطيب، هي مزيانه للجلد. تقدروا ديروها غير بوحدها، ماشي تقدروا حتى هي ديروها بوحدها في الجلده، راه زوينه الالوفيرا. غنزيد الزيت اللي قلت لكم. هاد الزيت زوينه 100% ناتوريل وفيها فيتامينات مزيانه للشعر. حتى زيت اللوز الحلو حتى هي زوينه الصراحه. صافي ونخلطو. انا راني نقصت من الماء هنايا، شتي، باش الا خاصني نديرو، سينو نخزنوه. صافي وندير الخلطه ديالي هنايا، الخلطه السحريه. صافي نبقى نخلط هذا الشيء حتى نوصل للتكستور اللي باغا انا. هانتوما غادي تشوفوا. يلا انا غادي نخلطو وتشوفوا معايا. شفتوها كيفاش دايره، كيفاش جات زوينه. انا درتها كثيره باش ما نسرحوا الشعر هو الاول. بغيتي نمشطوه شويه؟ لا بلاش، صافي شعرك نضيع. نشوف. ديري ليا القدام، لان القدام اللي عندي واحد شويه ديال الشيب على التلوان. دابا هاد الشيء اللي درت معكم اليوم، درت معكم البصله ديال اللي عنده مشكل ديال الحكه، وحتى هاد الشيء راه فيه الاعشاب مزيان للجلده، ولكن البصله راه افيكاس، وهذا مزيان للتغذيه كيغذي الزغبه، ومزيان للجلده، ومزيان للتلوين. بالنسبه للخرقوم، لان حتى الخل ديال التفاح راه مزيان للحكه، ولا الويفيرا اللي ما كيعرفش راه مزيانه للحكه، تقدري ديريها غير بوحدها تماصي بها الجلده ديال شعرك. الخل تقدري ديريه في كاسه الماء وتا هو ديريه في بخاخ وديريه لشعرك. هادو من وصفاتي. البصله، الماء البصله الحمراء حتى هي ديرها في بخاخ وديرها لشعرك. حنا درنا الماء البصله ودرنا هاد الاعشاب وغليناهم، والماء ديالهم هو اللي خلطته مع اوراق السدر. اوراق السدر حتى هي بالنسبه للشعر حتى هي مغذيه ومزيانه، وزدت عليها الخرقوم للتلوين فقط، باش يزيد يلون ليا دوك لي ماش يوليو هذا، ويضرق ليا دوك الشيبات. ولكن الخرقوم البلدي، ماشي الخرقوم ديال دوك القويطات وداكشي، هذا الخرقوم البلدي المطحون اللي كطحنوه عند العشاب، ياك العطار. ها نتوما شفتوا الفوليم ديالها، ها هي شفتوها. ها نتوما عادي غادي نجلس دابا، غندير بلاستيك ونجلس نشرب واحد كويستاتاي، وديك الساعه غنمشي نغسل شعري، نمشي ندوش. ما غنمشيش اليوم الحمام، غنمشي ندوش في الدار. صافي يلا رجعوا بعد قليل. هانتوما البنات شفتوا، هانتوما شفتوا
شفتوا الشكل اللي كيفاش كيجي. هانتوما الزلافه. اوه ساليت. ولقد انتهينا. درت هاد البابي الومنيوم باش كيشد لي على هاد السخونيه هادي صافي، ودرت هذا. يلا واحد من ساعه حتى لساعه ونمشي للدوش ونتلاقاو. ما تزعفوش البنات. هذا هو شامبوان اللي قلت لكم غادي نشاركو معكم، فقط غير بغيت ندير للمعلومه زعما صافي هادشي اللي كاين. يعني انا هذا هو اللي مع مشيت للبحر وديك الملوحه ضرتني شويه في الجلده ديال شعري. المهم هاد الشامبوان يعني جربته مزيان، لاق ليا صراحه عجبني مزيان. وها هي الريزولطا ديال الشعر. كنشارك معكم شعري في الصباح، يعني دوجت ونعست وملي فقتها يعني شعري عادي، ما دايره له لا سيشوار لا والو لا حتى شي حاجه، يعني الزغبه هكا مطلوقه طبيعيه، وكيتزادوا الفوليوم كيكون بهذه الطريقه. وانا اصلا كيعجبني الشعر يكون زعما يعني سوفاج، ما كيعجبنيش الشعر هكاك مسيشواري مسرح سامبل ولا هذاك الشيء. وكيجيني ملي كندير سيشوار كيجيني بحال ما كزز ولا ما نعرف هكا، كنحس به ناتور شي حاجه اللي هي فريش وزوينه وكتباني ناتور يعني. ما وهانتوما كتشوفوا حتى يدي كدوز، يعني كنوريكم يعني ماشي مشعكك ولا ملبد ولا شي حاجه، يعني كتحسي كيعجبك الحال صراحه. جربي هذه الوصفه راه كيعجبك الحال.